السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أتم صحة يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الرقاق الناشف بطريقة سهلة وبسيطة وحلوة جدا، وان شاء الله يعجبكم. وهنعمله بمكونات سهلة وبسيطة وحلو جدا، وهنعمل منه ان شاء الله الرقاق باللحمة المفرومة، وهنعمل منه وصفة حلوة جدا ان شاء الله تعجبكم. وعلشان هنعمله بمكونات سهلة وحلوة جدا ان شاء الله تعجبكم. وقبل ما نبتدي في الفيديو، اللي لسه اول مرة يشوفني انا منار، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، ويلا مع بعض علشان نشوف الرقاق الناشف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجة عندي هنا دقيق يكون منخول كويس جدا، وعندي هنا ملح ومية. الرقاق الناشف ما بيحتاجش غير دقيق ومية وملح. والدقيق اللي معايا ده حوالي 2 كيلو، ضفت عليه معلقة صغيرة من الملح، وما نضيفش ملح كتير علشان الرقاق بتاعنا ما يبدأش يكون العجينة بتاعته او يكون طعمه الملح فيه زيادة. وبعد كده بنخلط الملح مع الدقيق وبننزل بالمية التدريجي، بتكون مية فترة من الحنفية عادي، وبننزل بالمية التدريجي لحد لما العجينة تبدأ ان هي تتجمع وتلم. وعجينة الرقاق الناشف بتكون عجينة الى حد ما ناشفة شوية او يابسة شوية علشان الرقاق معانا يكون ناشف. بعد كده لما العجينة معايا اتجمعت بالشكل ده، بعد كده بنفضل نعجن العجينة وما نزود لهاش مية كتير عشان تكون العجينة الى حد ما ناعمة وطرية بالشكل ده، بس ناشفة ما تكونش معانا طرية زي قوام المعجنات. وبعد كده عجناها بالشكل ده. بعد كده عندي هنا صاج بنرشه رشة كويسة جدا من الدقيق. بعد كده هنبتدي ان احنا نقطع العجين معانا كور في الحجم ده كده بالشكل ده كده، تكون في الحجم ده. وبعد كده بنحطها على الدقيق ونفضل نكمل كل تقريصة العجينة اللي معايا او نقطعها كلها بالشكل ده كده. هفضل بقى اكمل كل تقطيعة العجين في نفس الحجم ده. بعد كده خلصنا كل كمية العجين تقطيع بالشكل ده. بتعمل كمية حلوة جدا. الكيلو دقيق بيطلع حوالي من 20 لأزيد على حسب تقطيعة حجم العجين. بعد كده بنبتدي ان احنا نرش على العجينة من فوق دقيق علشان العجينة معايا ما تكونش مشققة وتكون معايا طرية، ولما نفردها ما تبقاش معايا مقاومة وتتفرد معايا بكل سهولة. بعد كده بنغطيها بفوطة مطبخ نضيفة ونسيبها من نص ساعة لساعة عشان ترتاح وتتفرد معايا بكل سهولة. بعد كده هنبتدي ان احنا نعمل الرقاق الناشف في الفرن الفلاحي بالشكل ده. وعلشان نعمل الرقاق، اول حاجة عندي هنا قطعة العجين بنبتدي ان احنا نرش عليها دقيق من فوق ومن تحت. وبعد كده بنبتدي ان احنا نفردها بالنشابة بالطول، وبعد كده بنفردها بالعرض لحد لما تاخد الشكل الدائري وتتفرد معايا كويس جدا بالشكل ده كده. طول ما احنا شغالين في الرقاق نبتدي ان احنا نرش عليه دقيق علشان يتفرد معايا بكل سهولة، والعجينة معايا ما تبدأش ان هي تلزق. بعد كده بناخد جزء من العجينة ونفرده على النشابة، وبعد كده بنبتدي نفردها لبره علشان العجينة تتفرد وتبقى معايا رقيقة وتكون معايا حلوة بالشكل ده كده. وبعد كده بنفردها على النشابة ونفردها في الفرن بكل سهولة. وبندخله الفرن بيكون على درجة حرارة متوسطة في الفرن ده، وبنبتدي نفردها بالشكل ده. وممكن عادي ان احنا نعمل الرقاق الناشف في فرن البوتاجاز العادي وبيكون على الرف الاقرب للارضية، بس بيكون على اعلى درجة حرارة علشان درجة حرارة الفرن ده مختلفة عن درجة حرارة الفرن البوتاجاز. وبالشكل ده كده بنبتدي نفردها
لحد لما تكون معايا العجينة رقيقة، علشان لما بتدخل الفرن بتكون الى حد ما لما بتدخل الفرن بتكون سميكة شوية. وبنبتدي نفردها وناخدها على النشابة لبره علشان تتفرد بكل سهولة بالشكل ده كده. هفضل بقى اكملها لحد لما نحس ان هي اتفردت كويس، وبعد كده بنلفها على النشابة ونفردها في الفرن بالشكل ده كده. حلو جدا وسهل وما بياخدش وقت وبيطلع كمية حلوة جدا. وكمان ممكن عادي جدا في الرقاق ان احنا ممكن نستعمل دقيق المتعدد الاستعمالات ونضيف عليه دقيق غلة، بيكون حلو جدا وبيدي نتيجة حلوة. بس اهم حاجة ان دقيق الغلة يكون منخول كويس جدا. بعد كده بنبتدي ان احنا بقى نكمل العجينة معانا فرد بالشكل ده. ولما نطلع الرقاق نطلعه وما نبدأش ان احنا نحط الرقاق فوق بعضه، لا بنفرده علشان الرقاق معايا ما يبدأش يبقى معايا طري وبيكون معانا بالشكل ده كده، وعلشان يبقى معانا ناشف ما نطلعش الرقاق ونطلعه فوق بعضه، بنفرده علشان يبتدي ان هو يبقى معانا ناشف بالشكل ده كده. بعد كده بنفرد العجينة وبناخد جزء من العجينة من عند طرف العجينة، بناخد جزء ونلفه على النشابة، وبعد كده بنفردها لبره علشان تكون معايا العجينة رقيقة وتكون معانا حلوة بالشكل ده كده. اهم حاجة ان احنا نفرده كويس جدا، وبعد كده بننخله كده علشان الدقيق الزيادة ما يبدأش يحروق معانا الرقاق بالشكل ده كده. اول حاجة بنرش عليه دقيق كويس جدا من فوق ومن تحت، وبعد كده بنفرده بالطول وبعد كده بالعرض لحد لما ياخد الشكل الدائري، ونبتدي ان احنا نفرد فيه كويس جدا. وبعد كده بناخد العجينة ونلفها ونبرمها، وبعد كده بنفردها لبره بالشكل ده عشان يكون معانا رقيق، وعلشان لما بيدخل الفرن ويستوي بيكون سمكه الى حد ما سميك، فبالتالي يكون الرقاق معانا حلو ما يكونش سميك. وده كده بيكون شكل الرقاق حلو جدا وسهل وطعمه تحفة جدا، وبيكون حلو جدا باللحمة المفرومة. وان شاء الله نعمله مع بعض وحلو جدا بالشكل ده. اهم حاجة ان يكون في اللون الذهبي ده، وهنعرف في الفيديو اللي جاي عن اللون الذهبي، وبيكون معانا حلو بالشكل ده. اهم حاجة لما بنخلص الرقاق بنبتدي ان احنا نفرده وبعد كده بنعبيه في اكياس. وبكده يكون عملنا الرقاق الناشف بتاعنا بطريقة سهلة وبسيطة وحلو جدا بالشكل ده، وما بياخدش وقت وحلو جدا. وان شاء الله استنوا الفيديو بتاع الرقاق ان شاء الله نعمله باللحمه المفرومه يعجبكم جدا ونعمل كميه حلوه وبيكون بالشكل ده. اهم حاجه ان يكون في النقط الذهبي دي ما يكونش اغمق من كده، وهنعرف في الفيديوز التاني عن اللون ده. وبيكون بالشكل ده حلو جدا وما بياخدش وقت وسهل وسريع وحلو جدا. يا رب يكون عجبكم ويكون سهل وبسيط. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، عملنا فيه الرقاق الناشف الحلو ده بكل سهوله، وان شاء الله يعجبكم وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وفكره جديده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديده. مع السلامه.